السلام عليكم متتبعي قناة الأشجعي. عدنا لكم من جديد، وهذه المرة فيديو جديد من المعرض الفلاحي. أجمل لحظات دوزنا وأجمل لقطات اختارينها لكم باش تتبعوا فانتم كأنكم نتوما. خليكم معنا غادي نبداو الفيديو. كيف كتلاحظوا يا اخواني، هذا المعرض هذا اللي جمع جميع تقريبا أصناف الفلاحين الأنواع ديالهم. كتلاحظوا يعني كان في هذا المعرض أنواع متميزة من المواشي، وعلى رأسها الأغنام والماعز ولي راس. يعني كتختاروا كيكون واحد الطابلو من فوق كل نوع كيشرح لك هذا النوع هذا بالضبط شمن لا راس، ولا كتكون بطبيعة الحال لا راس نقية. يعني كاين الإخوان اللي كيختاروه يمشيو لتما باش يأصلوا من هاد النوع هادو. مثلا كيف كتلاحظوا هاد البقرة هادي اللي هي تبارك الله، يعني دائما في أمر الواقع كيبان هاد الشي هذا كبير بزاف، يقدر في التليفون يبان لكم عادي، ولكن فاش كتحضر يعني شوف غير اللي واقفين العلو ديالهم قداش مع هي قداش. كانوا تبارك الله هادي الموطو كيف كتلاحظوا هادو ماشي د العيد، الثمن ديالهم كيكون غريب لأنهم كيكونوا يعني من سلالة نقية. كيقدر الإنسان مثلا كيكون عنده واحد العدد كبير د المواشي وكيختار واحد من هادو غير باش يأصل منه. هذا هو الدور اللي كيكون فيه عنده. كتلاحظوا الإبل كذلك، يعني كانوا سلالات ديال إبل أو جمل. والرواق هذا الرواق خاص بالحيوانات اللي كتشوفوا دابا، يعني فيه غير الأنواع ديال المواشي. يبان لكم حتى بعض أنواع الخيول. حنا غادي نوصلوا لعندهم. داكشي كان زوين الحقيقة، خصوصا هاد السنة كان واحد التنظيم. وفي داك الأول يعني كيكون دائما عدد الزوار شوية قليل. حنا في ديك الوقت يعني كنستغلو أننا نمشيو باش كتلقى الوقت أنك تشوف مزيان وما كيكونش داك التزاحمات. من قبل فايت أنا مشيتلو، يعني ما كتلقاش حتى فين أنك توقف تشوف شي حاجة على راحتك. هادو الأنواع ديال العجول حقيقة داكشي تبارك الله، يعني ما شاء الله. راه يقدر يبان لكم في التليفون هنا عادي، ولكن راه واحد الضخامة ديال هاد العجول راه بوحدها. كاين بزاف ديال الأنواع، وخصوصا واحد النوع المبهر هو نوع سميتو الليموزين. لاحظوا راه شتي هادشي اللي كتشوف من اللور، غير الطرف من رجلو راه كيساوي عجيل صغير. تبارك الله ما شاء الله. يعني هادي عجول خاصة ديال التسمين، كتكون من أجل التسمين ومن بعد ذلك كتمشي للذبح. الطوناج كيكون فيها عالي جدا. هادو الأنواع عاوتاني ديال البقرات أولا العجلات اللي راس حتى هما مزيانين. تقدروا تلاحظوا كاين أنواع الشارولي، أغلبية يعني كان تما البقر الهولندي والألماني. لاحظوا حاولنا أنا ناخدو لكم عينة من كل البلاصة باش تقدروا تستافدوا. هاد العجل هذا تبارك الله اللي ناعس، راه لو أنكم تشوفوه قداش ما شاء الله ما شاء الله. هذاك اللي ناعس بالضبط أنا عاقل عليه لدابا، هذاك الليموزين. كاين واحد النوع يعني اللي باين تما بزاف، يعني كان الصنف ديالو كتير بزاف، وهذا اللي كتشوفو دابا.
تلاحظوا حتى في كل عجل فوق منو البلاكة ديالو، النوع، مين جاي بالضبط، يعني فين كيتربى ومولاه. لأن كدار واحد المسابقة لأكبر عجل، أكبر حولي، حتى الجمالية هاد المرة. هادو اللي هدرت عليهم يعني الخيول كتلاحظوا. كانت مرأة هي هنا على اليمين ديالنا كدار ديك المسابقة. بطبيعة الحال رفقة الإخوان كنا كنقدمو هاد التنزيل ديال الاستراتيجية الجديدة، المغرب الأخضر أولا الجيل الأخضر تسمات. شكرا جزيلا لكم، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. ما تنساوش الضغط على الزر لايك وسبسكرايب.